بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم سلامة القلب، وإن شاء الله تكونوا بسلم وسلامة دائمة في هذا الفيديو وبعدها بإذن الله. اليوم راح ندير معكم المنقوع تاع الفلفل الحار وكيفاش ينجح معكم يطيب بنين وما يفسدش. أول حاجة لازم لكم فلفل حار، تغسلوه مليح، تقسموه على 2، تخلوا ذيك الزريحة ديروه في علبة تاع زجاج، هو من الأحسن علبة تاع زجاج. تحتاجوا الليمون وقشور الليمون، تحتاجوا خل، تحتاجوا الثوم، قطعوه ولا ربوه، ديروا كلش في ديك العلبة تاع الزجاج، ديروا كمية مليحة تاع ملح باش يجي بنين. ومن بعد بقاو ديروا في القشور تاع القارص، ديروا كلش داك، من بعد كلش راح يهبط لتحت، يعني ما عادي بقاو تدخلوا فيه بمغرف ولا بالموس. من بعد ديروا نص خل نص ما، يعني نص خل كيلة، مثلا درتي كيلة خل ديري كيلة ما، يعني باش يجي بنين وما يفسدش وما يديرش هذيك الطبقة من الفوق، هذيك الطبقة البيضاء اللي تعطيه واحد الريحة ومن بعد كي يفسد. ما تديروهاش، ما تديرهاش. بصح نهار اللي ديروا الخل كمية زينة راه ما يفسدش. وكي ديروا في علبة تاع الزجاج ثاني ومن بعد كي تبلعوها مليح تكون محكمة الإغلاق، تلمدوه في ورق الألمنيوم. بعد لمدوه في ورق الألمنيوم، ومن بعد هذه العلبة كامل لمدوها في منديل وحطوها في كوا ولا في أي مكان نتوما عندكم في الدار. من بعد كي يطيب يعني تبقى محافظة على هذيك القرمشة نتاعه، ما يطيبش مصوف، يعني تحسوه شغل. شتو أصلا الفلفل الحار كي راكم تلوحوه في المرقة وتطفوا فم بلا ما يطيب، شتو كيفاش يجي. كاين بزاف يروحوا يديروا للمنقوع يحطوه في بواط ويفرغوا عليه الماء مغلي، ما راح يجي مليح، راح يجي طايب، ما يبقاش محافظ على ذيك القرمشة نتاعه. هو الفلفل هذا المنقوع كيفاش يجي يعني بنين وناجح، نهار اللي يبقى محافظ على ذيك القرمشة نتاعه، هو بنين وطايب يتبدل لونه بصح محافظ على ذيك القرمشة نتاعه بصفة كبيرة. يعني بصح كي تروحوا تفرغوا عليه ما مغلي تحطوا، راه يوجد لكم بالخف، ممكن تحطيه صباح يتغير غير اللون نتاعو ويزيد يطيب، يعني ما راحش يجي بنين. انا صراحة هذيك الطريقة ما نفضلهاش في المنقوع، وتبان لي والله اعلم اللي عندهم خبرة في هذا الآخر في التنقيع تاع الفلفل يقولوا لنا ما راحش يجيبني. فرقوا عليه اصلا. شفتوا الفلفل حار كنحطوه في شوربة ولا في مرقة ونطفوا فم بلا ما يغلي، شفتوا كيفاش يطيب، يجي شغل تحسوه طري هكا طايب، ما تحسوش فيه ذيك القرمشة قعرة، فهمتوا كيفاش. وزيد حتى هذاك القارص وهذاك قشور الليم ولا الاخر الثوم يعطوه واحد البنه ما تامنوش. هذيك الحماضه وهذوك القشور تاع الليمون راح يعطوه واحد النكهه ما شاء الله. وزيد فيه الخل كميه زينه، والملح يعني هو الملح مليح، كل ما كثرتي الملح يعني مش يتكثر، يعني لا افراط ولا تفريط، راح يعطيه واحد القو. واللي يبغوه مسوس ينقصوا الملح، بصح هو صراحه يعني انا مفضله باللي يكون فيه ديك البنه تاع الملوحيه والحماضه. ونصيحه لكم نكررها ونعاودها، ما تروحوش تنقعوا الفلفل الحار تاعكم بالماء مغلي، راح يبدل له اللون ويطيب، يعني تحطيه صباح يطيب لك العشيه ومن جهه اخرى ما يجيش بنين، راح يطيب لك الفلفل تاعك، راح شغلك يطيبي في الفلفل ما كيش تنقعي فيه. كمان قلت ديروا الكميه زينه تاع خل، ديروا كميه زينه تاع ملح، واللي بغات تنكها تزيد مثلا حبات الحلال، حبه البسباس والكمون تلوحوا فيهم، يعني هذه تبقى اختياريه، كل واحد يحب واش يحب ينكه. راح تجي فيه واحد البنه فتيته تاع زعيتره اللي يحبوا، يعني نتوما ليكم الاختيار رند كما تبغوا. وحتى يعني هذيك القشور تاع الليم اللي درتها طاطلو واحد النكهه، واحد البنه ما شاء الله. ودا مده طويله، يعني باش ما نقولكش يعني المده ديك الطويله تخيلوها باش وجد لي. وفي نفس الوقت يعني خاصه هو في الصيف راح يوجد لكم بالخف، في الصيف يوجد بالخف. هو يعني على الاقل 3 ايام 4 ايام تبداي تاكلي فيه، احسن من انك تروحي ديريه بالماء سخون، يوجد لك ديريه الصباح يوجد لك غدوه من ذاك وبعد البنه ماشي مليح. المهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تهلاو في رواحكم، اكثروا من الدعاء واكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تهلاو في رواحكم وتهلاو في يعني
يعني حاولوا قدر المستطاع في تحسين علاقاتكم، وأسمى العلاقات اللي هي علاقتك بالله عز وجل. وحسنوا علاقاتكم مع الناس بعدة مبادئ، وإن شاء الله بإذن الله جل وعلا راح تكون عندنا بصمة بإذن الله جل وعلا في هذا المجال. يعني إن شاء الله يا ربي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني، أن تكون لي بصمة كبيرة بإخلاص لله جل وعلا في هذا المجال، يعني في مجال تحسين العلاقات، وأسمى العلاقات اللي هي علاقتك بالله عز وجل. بعد ذلك علاقتك مع والدك، علاقتك مع الزوج، علاقتك مع الأولاد، مع الناس. إن شاء الله ربي يوفقنا ونفيدكم بتجربتنا البسيطة. يعني إحنا ما عندناش خبرة، مناش مختصين في أي مجال، بس صح عندنا تجربة في هذه الحياة. ما تعلمناش يعني هذه العلاقات والأخر في الجامعات، وإنما تعلمناه في مدرسة الحياة اللي علمتنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وتهلاو في رواحكم. مع السلامة.